من كام يوم انتشر في مصر مقطع فيديو ولع الدنيا. الكل اتكلم عن الحادثة دي. تخيل تبقى ماشي في طريق في مصر عادي جدا بجانب أحد الحقول الزراعية وتتفاجئ بظهور 2 تنين كومودو في مصر. زي ما بقولك، و2 تنين كومودو بيتخانقوا مع بعض أو بيتعاركوا مع بعض. بدأ أحد الناس اللي فايتين أو بيتفرجوا على المشهد يتفرج على التنين ويصوروا فيديو، وكمان بدأ يسخر من إن في فلاح من الفلاحين اللي شافوا المشهد بدأ يلاحق الكومودو بعصاية. والله بدأ يجري يضربه بعصاية على أساس بيهش سحلية يعني. دي حاجة تضحك الحقيقة. يمكن الفلاح اللي طرد التنين ده ما يعرفش هو بيتعامل مع مين، مجرد سحلية والسلام. طب ايه سبب ظهور التنين ده في مصر؟ ومعناه ايه؟ وبيشير لإيه في المستقبل؟ وايه هو أصلا تنين الكومودو؟ تعالى معايا واحدة واحدة بعد ما اتفرجت على الفيديو نعرف ايه تنين الكومودو ويعني ايه يظهر في مصر في التوقيت ده. بس خلينا افكرك بسرعة قبل ما نبدأ. صلى على المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. ادعم اخواتك في غزة بالدعاء ودعمنا احنا هنا باشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ. تنين الكومودو يا سيدي هو اضخم واتقل سحلية في العالم. متوسط حجم الذكر منها بيبلغ 3 متر، ووزنه في المتوسط 90 كيلو جرام. 90 كيلو جرام ده وزن انسان بالغ. بينما الاناث بيوصل طولها ل1.8 متر، ووزنها بيتراوح من 60 ل70 كيلو. عمر التنين او المفترس ده بيوصل ل20 سنة، وممكن يتجاوز ويوصل لل30. وبعكس اللي ظهر في الفيديو واللي ظهر قبل كده في رامز تحت الارض وهنتكلم عنه دلوقتي، تنين الكومودو ليه اكتر من لون مش لون واحد. فممكن تلاقي منه مثلا الوان زي الازرق والبرتقالي والاخضر والرمادي. كمان بيتميز بجلده الخشن واللي بيكون مقوى بالواح عظمية تسمى جلد العظم او جلد العظم يعني على غرار التماسيح، بجانب امتلاكه لمخالب طويلة وديل عضلي كبير. طب ايه الغريب بقى في ظهوره في مصر؟ شوف يا سيدي، على حسب موقع ناشونال جيوغرافيك فالحيوان ده او السحلية دي تم اكتشافها للمرة الاولى سنة 1912. اكتشفت فين بقى؟ في اندونيسيا. جزر كتير زي جزر كومودو اللي تسمى نسبة لاسمها، وجزيرة جوانج رينتجا وبادار فلور، ودي كلها جزر اندونيسية. وزي ما قلت لك السحلية الضخمة دي من الحيوانات المفترسة واكلة اللحوم، بتاكل اي حاجة تقع في طريقها زي الخنازير، الغزلان، حتى التنين الاصغر منها ممكن تاكلها وصولا للجواميس الكبيرة. وزي التماسيح بينتظر ويستنى فريسته، وباستخدام مخالبه الحادة واسنانه بيقدر يتشبك فيها ويصطادها. اما عن لعاب التنين نفسه فهو من المواد السامة والقاتلة، وفيها الاف الانواع من البكتيريا واللي بيستخدمها في انهاك فريسته علشان ياكلها. كمان بالمرة بما اننا اتكلمنا عن معلومات عن الكومودو، خليني اقول لك ان الانثى الواحدة من حيث التزاوج بتضع ما يصل ل30 بيضة في المرة الواحدة. البيض بيتم دفنه وبيفقس في حوالي 8 شهور. ونوصل بقى للجزء الاهم، ازاي الراجل الفلاح ده طلع يطارده بعصاية؟ ببساطة لانه ما يعرفوش تنين الكومودو مش من الحيوانات المعروفة عندنا في مصر ولا حتى في الوطن العربي. عندك اول ظهور ليه كان على ايد الفنان رامز جلال في برنامج رامز تحت الارض، وكنا بنعتبره سحلية او حاجة كده ضمن المقلب والسلام. ايه سبب ظهوره في مصر؟ لسه محدش يعرف. ايه دلالة ظهوره في مصر؟ هقولك. تخيل ان حيوان موطنه الرئيسي اندونيسيا بطقسها الاستوائي بيظهر عندك في مصر. ده ليه دلالة على ان التغيرات المناخية بتلعب دور كبير جدا في انتقال حيوانات ما كناش متعودين عليها في منطقتنا العربية وفي الشرق الاوسط. عادي جدا في السنين اللي جاية تلاقيها غيرت موطنها لعندنا. تلاقي التماسيح والافاعي والزواحف السامة والمفترسة اللي بنتفرج عليها في فيديوهات بره تنقل موطنها لهنا في المنطقة حوالينا. فربنا يستر من اللي جاي. ده كان تقرير مختصر عن حادثة ظهور تنين الكومودو في مصر واهم المعلومات عن تنين الكومودو اللي اتمنى ان شاء الله تكون استفدت منها. لحد هنا يكون الفيديو خلص. اشوفك الفيديو اللي جاي ان شاء الله على خير. اشترك في القناة دلوقتي واعمل اعجاب بالفيديو وادعم اهلنا في غزة بالدعاء.